كان نهار سخون من نهارات الصيف. كان راجل ماشي على ضفة الواد في سيدي بالعباس، حتى جبداته ريحة خانقة، ريحة الموت. قرب شوية، شاف حاجة ما يتمناها حتى واحد، جثة راجل منفخة متفسخة وما بقاش فيها ملامح. خاف وعيط للدرك الوطني فورا. وصلت الفرقة، طوقوا المكان وبدأت التحقيقات. المنظر كان صادم، الجثة بلا يد، ما كان لا سلاح لا شهود لا أثر واضح، غير صمت ثقيل وريحة الموت اللي معبقة الهوى. بعد تحديد الهوية تبين بلي الضحية اسمه حمزة، معروف عند السلطات، داخل وخارج الحبس بزاف المرات في قضايا احتيال ونصب. كان شاطر في الكلام، يخدع الناس، يسرق بثقة ويضحك. المحققين احتاروا علاش قتل حمزة، ولماذا، وما هو سر اليد المختفية. هو كان عنده مشاكل بزاف مع الناس، أي واحد منهم يمكن يكون القاتل. بدأت التحريات وتفتش الهاتف دياله، مكالمات، رسائل، ناس غريبة كانت تتواصل معاه. وآخر مرة شافوه فيها حي. من بين الأسماء بانوا زوج إخوة حلاقين، عندهم محل صغير في الحومة اللي كان يروح ليها دايما. المحققين راحوا للحلاقين وبداوا يسقسوهم بهدوء. قالوا باللي صح كان زابونهم، وكما العادة كان يهدر بزاف. آخر مرة جاء كان يبان مشغول باله ومتضايق. يقول باللي حياته كلها نحس ومشاكل. الحلاق الكبير قال قلنا له يروح لراجل نعرفوه كامل يقرأ له القرآن باش يريح. حتى الآن الأمر يبان بسيط، بصح من بعد تحقيق كشف مفاجأة. الراجل اللي نصحوه يروح له ما كانش قارئ قرآن، كان ساحر كبير معروف في بالعباس واسمه الشيخ الحنطري. من بعد الحلاقين بداوا يتناقضوا في الكلام، والضغط خلاهم يعترفوا بحاجة ما تمنوهاش. قالوا باللي الشيخ الحنطري قال لهم صاحبكم عنده يد زهرية فيها علامة خاصة، لو كان تجيبوها لي نلقاو بها كنز كبير. طمع عملهم عينيهم، داروا خطة وبداوا يتفاهموا واتصلوا بحمزة وقالوا له يروحوا يشربوا قهوة كما العادة، ومن بعد راحوا لمكان هادئ قريب من الواد. التحقيق بين باللي الضحية ما حس حتى بحاجة، ضربوه مسكين على راسه بأداة حادة، ووقتها الشيخ المزعوم قطع له يده، ومن بعد خلاوه جثة هامدة ومشى كل واحد في طريقه. بعد ما قبضوا على الشيخ الحنطري وفتشوا داره، لقاو حوايج تخوف، صور لناس، خصلات من الشعر، أدوات تستعمل في السحر، وأوراق مكتوب فيها أسماء وأرقام. في الأول انكر كلش وقال باللي ما يعرف حتى واحد منهم، لكن في وجهه كانت تبان الحقيقة. واجهوه بها، جثة بلا يد، شهادة الحلاقين. سكت، وبعد صمت طويل قال حاجة واحدة: اليد الزهرية كانت راح تبدل لي حياتي، لكن الظلمة خضاتني قبل ما نوصل للنور. القضية تغلقت والعدالة خضات مجراها، لكن سكان سيدي بالعباس كل مرة يمروا من جهة الواد يتفكروا الجريمة اللي بقات محفورة في الأذهان، جريمة اليد الزهرية، وين الطمع والسحر تلاقاو وخلقوا لعنة عمرها ما تنسى. وانتم قولوا لي،
اسكو تمنوا بلي كاين ناس عندهم هاد العلامة وتقدر ما تغير مصيرهم؟ قولوا لي واش رايكم في لي كومونتير، راح نقراهم كامل ونرد عليكم كامل. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ما تفوتوش القصة الجاية اللي راح تكون مشوقة كالعادة. سلام.